عايزة أحكي لكم حاجة ما حكيتهاش لحد قبل كده، ولا من أهلي ولا حتى صحابي، عشان متأكدة إني لو حكيت هيقولوا عليا مجنونة أو بحور، وأديلي فترة هتجن عشان أحكي. حاسة إني لما أحكي هرتاح. الموضوع بدأ من حوالي 7 سنين لما كنت في تانية جامعة. حصلت لي تجربة عمرها ما اتشرحت ولا لقيت ليها تفسير. كنت ساكنة في أوضة لوحدي في بيت عيلة قديم في المنيل. البيت ده كان كله هدوء، بس الأوضة دي كان فيها حاجة كأن في طاقة راكنة أو ذكرى مش عايزة تتنسي. في أول ليلة وأنا لسه بنظف الأوضة حسيت بحاجة غريبة، كأني مش لوحدي. معرفش أوصفها، بس كان في إحساس بخفة الهوا، صوت بسيط كده زي نفس بيطلع من حيطة. في اليوم التاني كنت بصلي، والأول مرة حسيت إن في حاجة بتسمعني، مش بس كده، لأ، كأنها بتردد الآيات ورايا بنفس النفس بنفس النبضة. سكت شوية وبعدين كملت، بس في كل آية كنت بقولها كان في صدى، مش صدى صوتي، لأ، صدى كيان، كأن في حد تاني حافظ زيي. لما خلصت حسيت برعشة، مش برد، لأ، كانت رعشة من نوع تاني. قمت بسرعة وخلعت الطرحة وفضلت واقفة قدام الحيطة اللي كان الصوت جاي منها. في نفس اللحظة حسيت بحاجة بتتحرك ورا ظهري. بصيت بسرعة، مفيش حاجة، بس المروحة كانت بتلف، وانا متأكدة ان انا ما شغلتهاش. المروحة دي اصلا كانت بايظة، عمري ما شفتها بتتحرك. فضلت ابص عليها وكنت سامعة الصوت، نفس الصوت اللي كان بيردد ورايا، كأنه بيتنفس من جواها. جالي صداع مفاجئ وتقيل جدا، ونفسي بقى ضيق كأني مش لوحدي في جسمي. رحت جارية بسرعة على المراية الصغيرة اللي كانت فوق الكومود. أول ما بصيت خفت جدا، حسيت إني شايفة حد تاني جوه عيني. بدأت أقرأ آية الكرسي بصوت عالي، صوت عالي جدا، وصوتي بدأ يتشقلب، مش عارفة طالع مني ولا من حتة تانية. كنت بقرأ بس من طبقة تانية من الصوت، غريبة ورخيمة، كانت في حاجة بتتكلم جوه صدري. فضلت أكرر الآيات ودموعي نزلت وجسمي عمال يتشنج، لحد ما حسيت بحاجة بتخرج من صدري فجأة، والحيطة اللي قدامي اتشقت. وقفت قدام الحيطة، مكان الشرخ كان واسع كفاية ان ألمح اللي جواه. كانت ضلمة سودة، بس فيها زي همهمة، كأن في ناس بتتوشوش أو بتتخانق أو بتصلي. قربت وسمعت الصوت، كان واضح، صوت الراجل بيقرأ وبنفس النغمة اللي أنا كنت بصلي بيها، بس الآية ما كانتش كاملة، كان بيقف قبل آخر آية كأنه مستني حد يكمل. صوت الآية اتكرر 3 مرات، وكل مرة بنفس الوقفة، لحد ما لقيت نفسي بكملها غصب عني، مش بكيفي، لساني بيتكلم لوحده. وبعد آخر كلمة الشرخ نور لحظة، وبعدها تحول لحيطة عادية خالص، كأن عمره ما كان هناك، وكأن اللي حصل كان لازم يتقال ويتقفل عليه. رجعت أقعد، بس مرة تانية مش عارفة أصلي. كل ما أفتح المصحف أحس إن في حد بيقرأ قبلي وبيكلمني من جوه وبيقول الآية قبلي بنفس واحد. قررت إني أسجل، يمكن ألاقي تفسير. فتحت الموبايل وسجلت صوتي وأنا بقرأ آيات من سورة الصفات، وبعد ما خلصت شغلت التسجيل. هنا بقى كانت الكارثة، الصوت في التسجيل ما كانش صوتي، نفس الآيات،
نفس الترتيب، لكن بصوت راجل بيقرأ بهدوء وبنفس عميق، كأنه بيرد على حاجة أنا ما قلتهاش. قفلت الموبايل وخرجت من الأوضة وسبت البيت كله، بس لحد النهاردة كل ما اسمع صوت قرآن بحس اني مش لوحدي. ليه؟